انا جاي لك يا بيضه، اوعى ما تجيش. انا جاي لك، اوعى ما تجيش يوم الاحد. نادي الاهلي طبعا اتغلب على سيراميكا، وفي كلام كتير جايين نقوله. 2-1، وانا كنت الحمد لله من اوائل الناس اللي متوقع النتيجه. الزمالك الطبيعي نفس كل سنه، فيلم الف مبروك بتاع كل سنه. لعب بيراميدز ضربات جزاء، فيلم الف ليله وليله. والزمالك عايز دلوقتي يلعبنا ضربات جزاء. انا اقول لك على حاجه يا زمالك، انت تلعبنا ضربات جزاء واحنا نلعبك اول 20 دقيقه. حلو. واللي يكسب، يعني احنا نلعبك 20 دقيقه، لو اتعادلنا معاك ال 20 دقيقه لعبنا ضربات جزاء. ما تعادلناش معاك ال 20 دقيقه يبقى السوبر بتاعنا. فالنادي الاهلي زي ما انا بقول لك، النادي الاهلي احنا كنا الوقت مفتكرين النادي الاهلي بيلعب له شوط. الوقت لا، المدرب اجى غيرنا، بقينا بنلعب تلت ساعه فقط لا غير. مبروك المكسب، طبعا مبروك المكسب. بس الاهلي ما لعبش غير تلت ساعه، 20 دقيقه، لحد ما زيزو جاب الجول، تريزيجيه جاب الجول. تريزيجيه جاب الجول من هنا، سيبنا الكره لسيراميكا. يلا يا سيراميكا. مع ان النادي الاهلي اول تلت ساعه عامل تلت ساعه عالميه. ما بهزرش، بقالي فتره ما شفتش الاهلي كده. واحد يقول لي عالميه على سيراميكا، اقول له اه طبعا. سيراميكا اللي فيها علي ماهر، اللي فيها لعيبه مميزه قوي، ميسه، السليه، بالحاج، زلاكا، والولد المهاجم اللي فخر لقاي، صح فخر لقاي. فيها لعيبه كتير مميزه جدا، غير خط الدفاع. وعلي ماهر اللي حافظهم، وهم متصدرين الدوري. فريق دخل فيه تقريبا 4 اهداف في 12 ماتش، ففريق كويس، كويس جدا كمان. انك كنادي اهلي تعمل تلت ساعه عالميه. اول 5 دقايق انت ليك 4 ركنيه، او اول 7 دقايق انت ليك 5 ركنيه. لا، انت عامل ماتش ولعبتك فايقه، بتضغط من قدام. ايوه اتضربت بالاوفسايد بعد ما جبت جون عشان سبت لهم الكوره، وده غلط. انت الكوره كانت معاك، كنت بتلعب خط دفاع متقدم، والخطوط مقربه من بعض. انت اول لما سبت الكوره اتضربت في الاوفسايد، واللاعب دخل في النص وجاب جون. انت الكوره كانت معاك، اللعيبه مفروده في الملعب كويس، اللعيبه لاقيه بعض، اللعيبه واقفه كويس. زيزو عامل اداء ولا اروع. زيزو عامل اداء كويس. الولد جدشار دوت مهاجم محطه زي مروان محسن، عالمي عالمي. بس عايز مهاجم صريح. يعني دوت تلعبه امتى؟ لو انت معاك مهاجم صريح تلعب جدشار معاه، شكرا، هتاخد احسن اداء من الاتنين. الولد بينزل يسحب المدافعين معاه، وينزل يستلم. محطه مروان محسن على برو ماكس. يعني ده مروان محسن برو ماكس. فدوت تجيب له مهاجم صريح وتلعب الاثنين مع بعض، اداء عالمي. انما كمهاجم صريح مش قوي. ايوه هو جاب جون، بس هي انت فاهم هي مشت. فالنادي الاهلي تلت ساعه عالميه، الاهلي جاب جون من هنا وشكرا. شكرا، ساب الكره لسيراميكا. سيراميكا راح. ياسين مرعي كان بيعمل في نص الملعب، ولا كان بيلعب مهاجم. الكره اتلعبت، عدى، حط هلوب من فوق الشناوي، وشكرا. والهدف الاول لسيراميكا. وانت اتضغطت من بعد الهدف الاول، انت مضغوط، الماتش ممل اصلا. ماتش ممل وانت مضغوط، يعني الماتش ممل وانت مضغوط. يعني انا نمت لي كده 10 دقايق، قلت اما اشوف النتيجه. بعد ما جردشار جاب الجون لقيتها 2-1، قلت الحمد لله. ولا وكمان انت تتضغط في اخر الماتش، جديد على الاهلي. جديد على الاهلي اللي هو يتضغط في اخر الماتش، يقعد يطفش كوره، ويقعد يبعد الكوره من 18. دي جديده نوفي. جديده نوفي، يتضغط والكره تيجي في ايد ياسين مرعي، وفي ايد كوكا. بس انا بالنسبه لي هم قالوا انا الجون. انا مش حكم، انا مش هحكم. هم قالوا انا الجون، والكره ما اتحسبتش ضربات جزاء، فمش مش موضوع ماليش فيه. فانا ما اعرفش، انا تقديريا انا من وجهة نظري مش انفاق ولا حاجه، ولا ده ضربه جزاء ولا ده ضربه جزاء. انا بالنسبه لي بتاعه كوكا، الكره طالعه من رجله لايده، والكره بتاعت ياسين مرعي هو بيسحب ايده، قامت جايه في ايده. انا بالنسبه لي مش ضربه جزاء، حصلت على ريال مدريد من يوم تقريبا الثلاث او الاربع، او يوم الثلاث، وما اتحسبتش. او مش عارف هي كانت على الريال او للريال، حاجه زي كده، وما اتحسبتش. فانا بالنسبه لي مش ضربه جزاء. بالنسبه لي تقديريا انا مش ضرب. لو ضرب جزاء انا اطلع ضرب جزاء عادي، بس أنا بالنسبه لي مش ضرب جزاء. فالمهم ما اتحسبتش، والاهلي يفوز. الحمد لله احنا عدينا الماتش دوت على خير. بس انا زي ما قلت لك من الفيديوهات اللي فاتت، لو انت هتكسب لي سيراميكا ومش هتلعب برجوله، وتخاف على التيشيرت اللي انت لابسه ايا يكن هتلاعب مين، ما كنتش تكسب. اصل انت عندك الماتش الجاي الزمالك كسب. وانا بالنسبه لي ماتشات الزمالك احسن من بيراميدز.
مش هيبقى فيها الغل بتاع الشيبي، ولا بتاع اسمه ايه المهاجم، ولا بتاع مثلا المدير الفني. مش هيبقى فيها الغل ده، مش هيبقى فيها الغل اللي هو لا انا عايز اكسب ولاعب خشن وبتاع. ايوه الزمالك عايز يكسب، بس مش بالغل بتاع بيراميدز. هتلعب ماتش في الزمالك والجمهورين وكل حاجه. فانا بالنسبه لي ماتش الزمالك اسهل، والزمالك باللعيبه اللي هي فيها حاليا بالتيم دوت اسهل من بيراميدز من وجهه نظري كاهلي. فانا لو انا هلعب برجوله، هعمل اداء زي التلت ساعه بتاعت سيراميكا، هتكسب الزمالك مستريح 3. حتى بقى لو الزمالك جابت فيك جون، تكسب الزمالك مستريح. فاتمنى ماتش ان شاء الله من الاحد نلعب برجوله. تريزيجيه تريزيجيه ما يفكرش ياخد اللقطه بالذات في الماتش ده. كل ماتش بيحاول ياخد اللقطه، بيحاول يلعب لنفسه. الماتش ده بالذات مش هينفع. زيزو طبعا الجمهور هيبقى متواجد بتاع نادي الزمالك. من الوقت الاتحاد يطلع قرار ان اي شتيمه، اي سب، اي الفاظ خارجه، عقاب كذا وغرامه كذا، من قبل الماتش. عشان نبقى على نور، نبقى عارفين كل حاجه. شتموا بقى ما شتموش، دي بتاعتهم. يبقى انت طلعت العقوبات من قبل الماتش. فانا من وجهة نظري الماتش دوت هيبقى صعب على الاهلي وعلى زيزو. ومن وجهة نظري تيجي تسالني، ان شاء الله زيزو هيجيب جون وهيتالق. زيزو هو بيحب الحاجات دي. فان شاء الله زيزو جون وهيتالق. وان شاء الله خير. البطوله ان شاء الله بتاعتنا، هنكسب ان شاء الله بيراميدز الزمالك سوري. بس لو ركزنا ولعبنا برجوله بس.